تعال في الفيديو ده هقول لك 10 أسئلة وهتجاوب كل سؤال فيهم على حسب شخصيتك علشان نعرف في الآخر هل أنت هتكون شخصية بطل ولا شخصية شرير. بس لما تيجي تختار الإجابات اختار فعليا الإجابات اللي أنت هتعملها بناء على شخصيتك، مش الإجابات اللي أنت حاسس إن هي هتكون الإجابة الصح. وال10 أسئلة دول كل سؤال فيه هديك اختيارين، الاختيار الأول والاختيار التاني، وانت شوف هتختار انه اختيار فيهم. وفي اخر الفيديو هتجمع النقط وتكتب في الكومنتات انت جمعت كام نقطة علشان نقدر نشوف هل انت بطل ولا شرير. بس طبعا قبل ما نبدأ متنساش يلا تدخل تعمل لي لايك وفولو. اول سؤال، لو الديس نوت وقعت في ايدك وتقدر تستخدمها علشان تقتل اي حد موجود في العالم، ايه اللي انت هتعمله؟ الاختيار الاول ان انت فعليا هتاخد الديس نوت دي وهتبدأ ان انت تستخدمها علشان تقتل الناس الاشرار اللي هم من وجهة نظرك. تاني اختيار ان انت هتاخد الديس نوت دي وتروح تدمرها او تقطعها علشان مفيش اي شخص يستحق ان هو يكون عنده السلطة ان يقتل اي حد على مزاجه. قدامك 3 ثواني اختار فيهم الاجابة بتاعتك. تاني سؤال، لو انت الشخص الوحيد اللي يقدر يوقف شخصية ايرين في انمي اتاك اون تايتن عن ان هو يدمر البشرية، هل هتختار ان انت توقف شخصية ايرين وان هو يدمر البشرية علشان تنقذ العالم، بس قصاد ده ان اصحابك اللي موجودين على الجزيرة ممكن كمان كام سنة يموتوا او يختفوا خالص من على الوجود، ولا هتختار تاني حاجة هتسيب ايرين يكمل الخطة بتاعته؟ قدامك برضو 3 ثواني، حدد الإجابة بتاعتك. تالت سؤال، لو قدامك تنقذ أقرب شخص ليك وإن أنت تستخدم القوة بتاعت شخصية جون البالغ علشان تنقذ الشخص ده، بس قصاد إن أنت تستخدم القوة دي مش هيكون عندك أي قوة تانية موجودة في المستقبل وممكن فعليا تموت، ايه الاختيار اللي انت هتختاره؟ الاختيار الاول ان انت هتستخدم القوة دي وتنقذ اقرب شخص ليك. الاختيار التاني ان انت هتبدأ تفكر في حلول تانية علشان تنقذ الشخص اللي انت عايز تنقذه اللي هو اقرب شخص ليك. بس عايزك قبل ما تختار الاجابة فكر فعليا وخلي في عقلك اسم اقرب شخص ليك علشان تعرف تتخيل الموقف وتشوف انت هتختار ايه بالظبط. وبرضو قدامك 3 ثواني علشان تختار الاجابة. رابع سؤال، لو قابلت شيطان من انمي ديمون سلاير بس الشيطان ده عمره ما قتل بني ادمين قبل كده، بس طبعا وارد ان هو في المستقبل ممكن ان هو يقتل بني ادمين او ياكلهم، ايه اللي انت هتختاره؟ قدامك اختيارين، الاختيار الاول ان انت هتقتله دلوقتي فما يبقاش فيه اي ريسك قدام ان هو ياكل اي حد او يقتل اي حد من البشر، او الاختيار التاني ان انت هتديله فرصة وتقدر ان انت تراقبه بحيث ان هو لو قتل حد او اكل اي حد تقدر ان انت تقتله او تضحي بيه. ايه الاجابة اللي انت هتختارها؟ قدامك برضو 3 ثواني. خامس سؤال، لو قدامك شخص جواه لعنة قوية جدا بس الشخص ده طيب اصلا وما بيعملش اي حاجة، هل هتختار ان انت تقتل الشخص ده علشان اللعنة دي ما تسيطرش عليه وتقتل ناس تانية ابرياء، ولا هتختار الاختيار التاني ان انت هتدي فرصة للشخص ده ان هو يحاول يسيطر على اللعنة وما تبقاش عارف نسبة الريسك اللي هو هياخده هتكون عاملة ازاي، وهل هيقدر يسيطر عليها ولا لا، وهل في ناس هتموت ولا لا؟ ايه الاختيار اللي انت هتختاره؟ قدامك 3 ثواني، حدد الإجابة بتاعتك. السؤال السادس، لو قدامك شخصية يوهان من انمي مونستر واقف كده قدامك وهو لسه ما قتلش اي حد، قدامك اختيارين، هل تقتله علشان انت عارف ان هو لو فضل عايش هيكون سبب في ان هو يموت ناس كتير، ولا الاختيار التاني اللي انت مش هتقتله وهتديله فرصة لان هو اصلا لسه ما قتلش حد قدامك؟ فايه الاختيار اللي انت هتختاره؟ قدامك برضو 3 ثواني، حدد الاجابة بتاعتك. السؤال السابع، لو معاك حجر الفلاسفة اللي هو مصنوع من ارواح ناس ماتت قبل كده وتقدر تستخدمه علشان تنقذ اخوك، ايه الاختيار اللي انت هتختاره؟ الاختيار الاول ان انت هتستخدمه علشان تنقذ اخوك علشان مش انت اصلا اللي صنعت الحجر ده، ولا الاختيار التاني ان انت هترفض ان انت تستخدمه علشان ده ممكن يكون ريسك ويعمل مشاكل كتير؟ ايه الاختيار اللي انت هتختاره؟ قدامك برضو 3 ثواني، حدد اجابتك واكتبها في الكومنتات. السؤال الثامن، لو انت في انمي ناروتو واتعرض عليك ان انت تختار حاجة من الاتنين،
تختار الواقع حتى لو هو مليان حروب وهتضحي او في ناس كتير هتموت، ولا هتختار السعادة حتى لو السعادة دي هي كانت عبارة عن وهم ومش ده الحقيقة اللي موجودة؟ ايه الاختيار اللي انت هتختاره اكتر؟ الاختيار الاول ولا الاختيار التاني؟ قولي برضو في الكومنتات. السؤال التاسع: لو انت محطوط في موقف ان انت تنقذ اقرب شخص ليك وتنقذه عادي، بس قصاد ان انت تنقذه في 100 شخص تاني انت ما تعرفهمش خالص هيموتوا، ايه الاختيار اللي انت هتختاره؟ تنقذ اقرب شخص ليك وتضحي بال100 شخص التانيين، ولا تنقذ ال100 شخص وتضحي باقرب شخص ليك؟ قول لي اجابتك في الكومنتات، وبرضو معاك 3 ثواني حدد الاجابة بتاعتك. عاشر سؤال والاخير: لو انت هتختار عالم الانمي المفضل بتاعك ان انت تدخل تعيش جواه، بس قصاد ده كل الناس اللي انت تعرفها في الحياة هينسوك تماما ومش هيعرفوك تاني خالص، هل هتختار ان انت تدخل عالم الانمي اللي انت بتحبه وتعيش جواه، ولا هتختار ان انت تفضل في العالم اللي انت فيه مع الناس اللي انت بتحبهم ويعرفوك؟ معاك برضو 3 ثواني حدد الإجابة اللي انت هتختارها. هسيب لكم بقى في الكومنتات الإجابات الصح، واكتب في الكومنتات انت جبت كام نقطة. لو جبت فعليا من 6 نقط او اكتر فانت بتعتبر من شخصية الابطال، لو جبت اقل من 6 فانت بتعتبر من الشخصية بتكون ميالة اكتر للجزء الشرير. ولو وصلت لهنا في الفيديو ما تنساش طبعا تعمل لي لايك وفولو.